السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض فراخ كده مشوية او فراخ مسحبة مشوية في الفرن بتتبيلة مميزة جدا. هقولكوا على نظافة مكون يطلع خلي الفرخة تطلع معانا باللون الحلو اللي احنا شايفينه ده. هنضيف حاجة كده في التتبيلة تخليها تدي اللون الأحمر الجميل دوت التحفة بتاع الشوي، وكمان طعمها هيبقى دايب جدا ومستوية وطعمها هيجنن، ومش هتاخد وقت خالص في الفرن. بس زي ما اتفقنا، بعد اذنكم لو الفيديو عجبكم متنسوش تعملوا لي لايك، ولو لسه ما اشتركتوش في القناة ياريت تشتركوا. هنبدأ نعمل التتبيلة. انا هفرم طماطمايه كبيرة مع بصلاية مع قرن فلفل في الكبة، وهضيف عليهم معلقة صغيرة من الثوم المفروم. تمام. وبعد كده هحط بقى التوابل بتاعتي اللي هي بابريكا وبهارات فراخ وفلفل اسود ونص معلقه قرفه والملح ومعلقتين كبار من الخل. تمام. وهنقلب المكونات دي كلها مع بعض كده. المكون بقى اللي هيخلي معانا الفراخ تدي اللون التحفه اللي احنا شفناه ده العسل الاسود. هنحط معلقتين كبار من العسل الاسود، ما تخافوش مش هيبان طعمه خالص في الاكل، بس هيديها لون حلو قوي في الشوي، وكمان هيخليها تستوي بسرعه ولحمها هيبقى دايب وطعمه جميل. جربوه بجد، طعمه حكايه، ما ملوش طعم سوري، قصدي ليه بيدي لون حلو قوي لشوي الفراخ. الفرخة طبعا بعد ما نضفناها ونقعناها في منقوع اللي هو محلول الخل والملح والكلام ده كله ساعة كده ونضفناها كويس جدا، هنفتحها من الظهر زي ما انتم شايفين كده. وهفضل اعملها بالسكينة علشان خاطر ايه اخلي الخلطه تخش فيها كلها كويس جدا. انا كنت نسيت اضيف معاكم معلقه الزعتر وايه معلقتين الزيت، فضفتهم دلوقتي اهو. حطيت معلقه صغيره من الزعتر ومعلقتين كبار من الزيت عشان برضو يخلي الفراخ معانا كده ايه اللحم بتاعها جوسي كده وفيه طراوه كده من جوه وطعمه حلو قوي. هنتبل الفراخ كلها كويس جدا وندخل التتبيله كلها كده كويس قوي في الفرخه ونغلغلها كده فيها، نتاكد ان هي داخله فيها كلها. وطبعا التتبيله اي فراخ عايز تاخدي منها طعم حلو وطعم مميز، سيبيها في التتبيله على الاقل ليله كامله، يعني من بالليل نتبلها وتاني يوم نسويها. مستعجله ومش لاحقه سيبيها على الاقل ساعه جوه كيس، يعني لو حطيناها كده جوه كيس وقفلنا عليها ربطنا عليها كيس بيخليها تتبل بسرعه والطعم ايه يتغلغل جوه الفرخه كويس قوي وطعم التوابل يبان. تمام. فاحنا هنسيبها كده في الكيس دوت ساعتين كده، بس هنحطها في كيس تاني عشان ايه ما يبوظش الدنيا في التلاجة. وهنحطها في طبق وندخلها التلاجة. انا قعدتها ليله كامله، بس يعني ايه انت لو مستعجله قوي ممكن ساعه ساعتين وتشويها. وهنجيب الشوايه دي وهنحط برضو في الصاج ورق فويل عشان يعني ما يتعبناش واحنا بننضفه زي ما قلت لكم قبل كده. وهقفل عليها الشوايه زي ما انتم شايفين كده، وهدخلها الفرن. بجد ما قعدتش اكتر من نص ساعه، هي نص ساعة بالظبط وكانت استوت. وشغلت عليها الشواية، خدت لون من الناحية دي ولون من الناحية التانية، وبألف هنا والشفا.